عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. وزي ما متعودين أخبارنا بتهمك كرياضي كأهلاوي كزملكاوي. النهاردة أخبارنا كلها عن نادي الأهلي حبيبنا، وبنقول لجمهور الأهلي حبايبنا لو عجبك الفيديو دعمني بلايك وشير واشترك في القناة إذا ما كنتش مشترك. وكالعادة بقولك إن أنا مش بحط عنوان عشان يشدك وبس عشان المشاهدات، هتلاقي العنوان هو نفس محتوى الفيديو. اللي متابعني عارف كده. ونبدأ في الفيديو على طول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ في الأخبار بتاعتنا على طول. معانا النهاردة طبعا مهاجم الأهلي المرعب موديست والكلام اللي عليه، وهل قانونا هيشارك ينفع يشارك في السوبر الأفريقي ولا لأ. معانا النهاردة كمان الطبيب الجديد للنادي الأهلي، ومعانا ازاي اتسرق شعار النادي الأهلي، ومعانا اخبار تخص الاهلي كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. اخبارنا كالعادة سريعة لكنها تهمك كرياضي كاهلاوي كزملكاوي. وبقول لاخواتنا الاهلاوية لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير وفعل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. كالعادة أخبارنا تهمك كرياضي تهمك كأهلاوي تهمك كزملكاوي. أخبارنا النهاردة كلها عن الأهلي، فبقول لاخواتي الاهلاويه لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه اذا ما كنتش مشترك وفعل الجرس. وكالعاده بقول لك ان عنوان الفيديو مش بس معمول اثاره عشان المشاهدات، لا، هتلاقي العنوان هو نفس المحتوى. واللي متابعني عارف الكلام دوت. ونبدا على طول في الاخبار، واقول لك صلي على النبي عليه الصلاه والسلام عشان يوصلك الجديد. اخبارنا النهارده طبعا عن رقم 1 مهاجم الاهلي الجديد انتوني موديست، وهل قانونا يحق ان هو يشترك في السوبر الافريقي ولا لا. معانا النهارده خبر مهم اللي هو ازاي اتسرق شعار النادي الاهلي، وكمان معانا مين هو طبيب الاهلي الجديد بعد اقالة ابو العينين. ومعانا اخبار كتير تهم الاهلي، منها مباراة الاهلي مع سان جورج الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا. ونبدأ على طول بانتوني موديست. انتوني موديست خلاص الكشف الطبي خلص والاعلان خلال ساعات. وسيبك من اللي يقول لك انتوني موديست 35 سنة والكلام اللي ملوش لازمة دوت، بمعنى اصح الكلام اللي ولا يأكل ولا يشرب. المهم الاداء في الملعب. ياما ناس سنها كبير وبتأدي في الملعب. الراجل ده جاي من دوري قلنا قوي، دوري الماني. المستويات اللي لعب فيها كلها كانت قويه جدا. راجل فينيشر مهم جدا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. اللي يهمنا بقى حاليا هل هو يحق له يشارك في السوبر الافريقي. فعلا يحق له يشارك في السوبر الافريقي، لان هما الاهلي واتحاد العاصمه فعلا بعتوا القايمه، لكن يحق لهم لحد قبل المباراه ب 24 ساعه ان هم يسجلوا لاعبين جدد زي ما اعلن الكاف. والمصدر بيقول لنا هنا مصدر من الكاف مصدر من الكاف يكشف موقف أنتوني موديست من المشاركة في بطولات السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا والدوري الإفريقي. مصدر من كاف يكشف موقف أنتوني موديست. أول حاجة، نحن حاليا في المرحلة الثالثة من القيد والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري. أي لاعب جديد سيتم قيده خلال تلك الفترة سيحق له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بداية من المجموعات، ويغيب عن دور ال 32 فقط. يعني بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا خلاص قانونا يشارك، لأن لسه القيد مفتوح لحد 30 سبتمبر، وهيشارك من بداية من دور المجموعات ويغيب بس عن دور 32. طيب، قال لك الخبر الثاني، الأهلي واتحاد العاصمة أرسلوا بالفعل قائمة اللاعبين المؤهلين لمباراة السوبر الإفريقي، ولكن
يمكن للنادي إضافة أي لاعب أو استبداله بآخر قبل بداية الاجتماع الفني للمباراة الذي يسبقها ب24 ساعة. يعني أنت عندك قبل الماتش ب24 ساعة يحق لك استبدال لاعب أو إضافة لاعب جديد. يعني مودست كده قانونا برضو في السوبر الإفريقي. بالنسبة للدوري الإفريقي متاح تسجيل اللاعبين في الوقت الحالي وحتى 10 أكتوبر المقبل، وسيشارك أي لاعب مقيد بصورة طبيعية. أما الدوري الإفريقي بقى الجديد بصورته الجديدة قال لك لحد 10 أكتوبر ممكن تقيد لاعبين. ده بالنسبة لشرعية مشاركة مودست في السوبر الإفريقي أو في دوري أبطال إفريقيا. وفي الحالة دي إحنا بنهني أو بنشيد بكولر اللي هو صاحب المجهود الاكبر في الصفقه بتاعت مودست، لانه مهتم بالاهلي، مش واخده انه مدرب ومالوش علاقه بالتعاقدات، لا ده الراجل بيتدخل في كل حاجه. بدليل الخبر الثاني اللي احنا هنقوله اللي هو اقاله طبيب النادي الاهلي ابو العينين من بعد كام يوم بس من توليه المهمه. وكان طلع دكتور ابو العينين على حسابه الشخصي وقال لك اللي انا مشيت لاسباب شخصيه، لكن الحقيقه ان كان في ملاحظات للجهاز الفني بقياده كولر على اصابات اللعيبه، وعندهم ملاحظات وبيأكدوا على مهاره ابو العينين فعلا في مجال العظام، لكن هم محتاجين طبيب يكون على درايه كامله مش بس بالعظام، بالعضلات واصابات الملاعب والكلام ده كله. فكان في نقاش حصل بينهم وقرروا اقاله ابو العينين زي ما بيقولوا كده، او زي ما بيقول الخبر. الخبر بيقول اعلن النادي الاهلي الطبيب الجديد للفريق الاول بعد رحيل تامر ابو العينين بشكل رسمي عن منصبه بعد اسابيع قليله من توليه المهمه. واوضح الاهلي في بيان رسمي انه سيتم الاستعانه بمين بقى؟ باحمد جاب الله. مين احمد جاب الله؟ ده طبيب قطاع الناشئين في النادي للعمل مع الفريق الأول، وذلك وفقا للتنسيق الذي جرى بين خالد بيبو مدير الكرة ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي. يبقى كده أبو العينين خلاص تم إقالته، وقلنا الأسباب ودي أسباب فنية ترجع للجهاز الفني وإدارة الأهلي، وهيستعينوا بطبيب الناشئين اللي هو أحمد جاب الله. أكيد طبعا ده الفترة مؤقتة، وزي ما قلنا كولر واخد الموضوع مشروع، هو بيحاول ينقل الاهلي نقله تانية، بيحاول يخلي الاهلي فعلا على نفس الليفل مع نوادي اوروبا، مع الانديه الاوروبيه. عشان كده تاني مره بقول لك سيبك من الهري اللي بيقول مودست 35 سنه ومش عارف مش هيدي والكلام الخايب ده. بوطيب كان جاي الزمالك وهو برضه 34 سنه وب5 مليون دولار وجاب 4 اهداف بس، فعادي. يعني احنا ورا الاداره ورا فريقنا، وكولر هيطلع منه اكتر كمان من اللي هو كان بيعمله. ده بالنسبه لخبر طبيب الاهلي. طب تعال نقول لك بقى الخبر اللي بعده اللي هو مباراه الاهلي وسان جورج الاثيوبي. تمام. الخبر بيقول ان رسميا مباراه الذهاب والاياب بين الاهلي وسان جورج الاثيوبي هتبقى في استاد القاهره. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يقرر اقامة مباراتين الذهاب والعودة بين الاهلي وسان جورج الاثيوبي في بطولة دوري ابطال افريقيا على استاد القاهرة الدولي. طبعا ده لعدم صلاحية الملاعب هناك في اثيوبيا. بالنسبة لسان جورج هيطلع واحد من حبايبنا العباقرة الفتاين يقول لك بقى اصل الاتحاد الافريقي بيجامل الاهلي، مش عارف مين الننوس، مش عارف بيجاملوا الننوس. اصل رئيس نادي الاثيوبي، رئيس نادي سان جورج اهلاوي اصلا، يعني كان في الاهلي اصلا اهلاوي وبعدين مسك رئيس سان جورج. كلام كده خايب وكلام عبيط، واحنا هنعمل كاننا مش سامعينه كجماهير الاهلي، والقطر ماشي زي ما هو وما بيقفش. طيب ايه الخبر اللي بعد كده؟ الخبر اللي عندنا بعد كده زي ما قلت لك سرقه شعار النادي الاهلي. سرقه شعار، اتسرق ازاي؟ الموضوع كله ان طلع نادي الصفاقسي الرياضي التونسي بيهني فريق تاني
اسمه الأهلي الصفاقسي التونسي أو الأهلي الصفاقسي. بيهنيه إن هو صعد دوري الدرجة التالتة، وبيتمنى له التوفيق كل ده كويس. إيه بقى الغريب؟ إن الشعار بتاع نادي الأهلي الصفاقسي هو شعار النادي الأهلي، بس غيروا اللون خلوه أورنج بدل ما هو أحمر بقى اللون برتقال. أدي كل الحكاية. ومكتوب النادي الاهلي الصفاقسي ونفس الشعار والنسر والدنيا حلوه معاهم. تمام. طبعا احنا هما اخدوا الشعار بتاع النادي الاهلي، سرقوا الشعار بمعنى اصح او صوره الشعار ده، لان النادي الاهلي بيأثر في الانديه كلها تقريبا، فهم خدوه لان النادي الاهلي نادي كبير في افريقيا، معجبين بالنادي الاهلي، فهم بيتوسموا ان هم يبقوا زي النادي الاهلي او واخدينه قدوه ليهم، فعشان كده خدوا الشعار. ويا عم احنا بنقول لكم احنا مش متضايقين ولا حاجه، طالما انتوا بتحبوا الاهلي ربنا يكتب لكم التوفيق ومفيش مشكله، وعادي الشعار خدتوه وغيرتوا اللون، بس مش هينفع للاسف تضيفوا عليه بقى النجوم ولا ال 11 بطوله ولا الدوريات ولا الكاس، مش هينفع بقى تضيفوا عليه النجوم. يعني هو حلو كده من غير النجوم، لان هما لسه طبعا مفيش حاجه يعني. ونسينا نقول ان احنا بنعزي الشعب المغربي الشقيق في مصابين الزلزال، وربنا يلهم اهاليهم الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.